هي ناموسيتك كحلي ولا ايه يا معلم؟ ودي الكلمة الوحيدة اللي بتعبر عن مشوار الزمالك والاهلي في افريقيا. احلى مسا عليكم يا حبايب اخوكم، يا رب تكونوا حلوين ومزقططين وفرحانين ومتهنيين. ما تنساش يا باشا تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو ده وتعمل كومنت. قالوا لي ايه تاني اعمل ايه؟ مش عارف يا اسطى، اعمل الحاجات اللي انت عارفها كويس، انت حافظها اكتر مني. هي اللعيبة المصرية مالها يا باشا؟ ليه كده ناموسيتها بتبقى كحلي؟ تحب كده تصحى ايه ساعة المغربية، فاهمني، يروقوا فنجان قهوة بتاع سيجارة، يشوفوا ايه الدنيا وبعد كده يشوفوا ايه حياتهم. انما ان انت تلعبهم مثلا في الظهر وفي شمس والجو ده والصبح، لا 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 لا، احنا بنبقى اوت اوف ذا مود على فكرة يعني. تعالوا نروح لماتش الاهلي والهلال السوداني اللي الاهلي خسروا مقابل هدف لا شيء بسبب خطأ فادح وكارثي من محمد الشناوي، اللي بيقول اللي هو ما شافش الكوره. تخيل يا باشا، مبدئيا الكوره بتتلعب على مسافه 8 كيلو، صلى على النبي بقى، تتلعب على مسافه 8 كيلو، فجاه محمد الشناوي بيعمل كده. ايه ده؟ ده سراب، ده سراب، ده انا عارف ان ده سراب. ايوه ايوه، ولا انا ايه؟ ولا انا مش فايق ولا ايه؟ ولا عايز اقيل شويه اخد قيلوله ولا ايه؟ وهوب يا باشا الكوره. الكوره ايه؟ الكوره ده محمد ابن اختي، محمد ابن اختي الصغير لو وقف في الجون هيجيبها يا معلم. فيهاش انه مالك مش كده؟ فالاهلي بيحتاج ولازم يدعم صفوفه بحارس. الاقاويل اللي طلعت قالت لازم في حارس يجي، الحارس ده يقعد على الدكه، ركزوا، يقعد على الدكه ويخلي الشناوي يتكهرب ويرجع تاني لمستواه. وانا للاسف مش مع النقطه دي. الشناوي لازم يريح، الشناوي لازم يريح، ودي الحقيقه. لو هتجيب حارس مرمى، محمد اسمه ده علي لطفي، علي لطفي على فكره حارس كويس جدا وممتاز، ولو خد فرصه زي الشناوي هيبقى حارس عالمي على فكره. بس انت لو هتجيب حد من بره فهو لازم يلعب، لازم الشناوي يقعد دكه. انا عارف ان المركز ده بيبقى حساس جدا، بس هو حقيقي يعني مستوى الشناوي هو متذبذب جدا في الفتره الاخيره، واكيد جماهير النادي الاهلي بتعاني من الموضوع ده. فالاهلي لو هيجيب حارس فالحارس ده يلعب اساسي على الشناوي. حصل له بقى اصابه، حصل له دروب، يجي الشناوي ساعتها، الشناوي لما هيجي يلعب تاني لا هيلعب بقى وهو عنده طاقه وحميه وبتاع، ومستواه هيرجع له تاني. لكن الشناوي الفتره الاخيره بيقدم ضحك كروي، ده بصراحه بدون اي مبالغه، ويا ريت صحاب الاهلاويه ما يزعلوش لان هم عارفين حاجه زي كده كويس. الماتش ده كمان شهدت في الدقيقه 6 كره لحسين الشحات قدام الجون، يعمل ايه؟ يضيعها. وانت فاكرني هجيب جون؟ ايه حسه في ايه؟ في يا جدعان، انا مش هجيب جون، لا انا هضيعها. فالكره دي كانت كفيله اللي هي تقلب موازين الماتش. وللاسف كمان ان لعيبه الاهلي كلهم ما كانوش في حالتهم، خصوصا في الشوط الثاني هم نزلوا لا شيء تقريبا بقى، نزلوا بقى فاهمين انتوا لا احنا عايزين نخلص بسرعه عشان نطلع ننام يا جدعان، في ايه؟ ده انا اتحمصت من الشمس. غير طبعا ان كمان حصل مشادات في الماتش ده بين الشناوي والاداري بتاع الفريق السوداني وكمان الجماهير السودانيه. مالكم فيها ذول؟ مالك؟ مع احترامي الشديد ليكم، فوق دماغي الشعب السوداني الجميل، لكن في فئة منهم جدا عاملين يعملوا منكش مع الفرق المصرية تحديدا الأهلي، لأن ما فيش منكش بيحصل مع الزمالك. باشا، مع احترامي لأي سوداني بيشوفني، مفيش فرق، مفيش فرق ما بين الفرق المصرية والفرق السودانية، مع احترامي للفرق السودانية. بس انتوا بتعملوا منكش معانا ليه؟ طب انت لما هتيجي القاهرة يا باشا ايه اللي هيحصل؟ معلش، الاهلي هيكسب يا جماعه الهلال السوداني هنا بنتيجه حلوه. لو مش هيكسب بنتيجه حلوه فهو هيكسب 1-0 2-0 عشان تبقوا عارفين يعني. الفريق الهلال السوداني انا شايفه اللي هو فريق فاضي، ما عدا مثلا اللي سجل الجون وضيع كمان ضربه الجزاء. بس يعني انا شايف اللي هو فريق في المتناول، الاهلي كان قادر اللي هو يكسبه، بس يعني حصل رعونه من هجمات الاهلي والهجوم بتاع الاهلي. لان انت دلوقتي بتلعب بره ملعبك. يعني ايه بتلعب بره ملعبك؟ يعني انصاف الفرص لما تجيلك تستغلها وتسجل منها اجوال، لان اللي بيضيع مش هيجي تاني يا باشا. فده كان مشوار الاهلي في ماتش الاهلي والهلال السوداني. فكده يا باشا الاهلي معاه في المجموعه سان داونز والقطن الكاميروني والهلال. سان داونز الموسم ده ولو تلاحظوا ان هو فريق تقيل قوي، وهيتعب الاهلي سواء الماتش هنا او هناك، هيتعبوا قوي لان هو لعب ماتشين
في خلال الماتشين جمع 6 نقاط، تمام. والمركز الثاني الهلال ب3 نقاط، والمركز الثالث الاهلي بزيرو نقطه عشان لعب ماتش واحد، والقطن بزيرو نقطه. طب الماتش اللي جاي الاهلي عنده مين؟ عنده صن داونز. فين يا باشا؟ في القاهره. لازم يكسب، لازم يكسب، ما عندهوش حل تاني. مع ان، وانا افتكروا كلامي، ان صن داونز هيتعب الاهلي جدا جدا جدا، والهلال هيروح يلاعب القطن. النتيجه الامثل ان هما الاثنين يتعادلوا، لان الاهلي اساسا هيلاعب الهلال هنا، فلازم يكسبوا، فهيبقى حاجه حلوه. فانا شايف ان الهلال والقطن لما يجي يلعبوا لازم يتعادلوا، والاهلي لازم يكسب صن داونز، ما عندوش خيار تاني. نخش على الزمالك. ايه الزمالك فيه؟ خسرنا اول ماتش من شباب بلوزداد، تمام يا عم، ماشي هنكسب الماتش التاني وهنعود والسادسه زملكاويه وعمالين نغني ونحلم. نتعادل الماتش التاني مع المريخ السوداني، برضو الماتش اتلعب الساعه 3 العصر. الزمالك والله العظيم كان قادر اللي هو برضو يخلص الماتش ده على فكره، بس للاسف رعونه الجزيري. هو مين الجزيري ده؟ انت مين يا سيف؟ انت مين؟ انا ما اعرفكش. ما نعرفكش. امشي طيب، اعتزل الكوره. اقول لك اهرب. ايه رايك تهرب؟ والله العظيم انت لو هربت من الزمالك لنسقف لك. يا راجل اهرب يا راجل، جات لك كذا فرصه يا راجل، ايه اللي انت بتعمله ده؟ وزيزو يا جماعه، الماتش ده اللي شاف الماتش ده الزملكاويه تعالوا. في الدقيقه 81، في الدقيقه اخر الدقيقه 81 بدايه الدقيقه 82، زيزو جات له كرة من ناحيه الشمال. شفتوا عمل ايه؟ شفت عمل ايه زيزو؟ بدل ما يدخل على جوه ويشوط خلاص ده قدام الجول، لا، عمل حنجيله كده، فاهم؟ لف وعمل كده. ايه ده؟ في ايه يا زيزو؟ في ايه يا زيزو؟ وفي اخر الماتش يا باشا منزل لك مين بقى؟ نضاي. مطلع لك نيمار ومنزل لك عمر جابر. نيمار نضاي جات له كوره من ناحيه اليمين، خاف يجري، قال ايه ده وانا لسه هجري يا عم؟ عم فاكس، فانت عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ طمنا عليك، الدنيا معاك، تعال نقعد نشرب لنا ايه؟ حجرين شيشه. اللي هو انت المفروض في ماتش سموحه انت كسبان 3-0، مستريح، تعمل لي ايه بقى؟ تريح زيزو، تقول له يا زيزو اقعد شويه يا زيزو، تطلع لها على سيف الجزيري، تنزل لك بقى ايه؟ نطاي بقى، ننزل لك سامسون بقى، انت كسبان 3 بقى، نشوفهم بقى في الملعب بقى. اهو مفيش حجه بقى، ما عندكمش حجه، الفرقه كسبانه 3، شوفوا هتنزلوا تعملوا ايه؟ هتلعبوا من غير ضغط، نشوف مستواهم الحقيقي. انما ده ما حصلش من جد فريرة، ما حصلش من جد فريرة. انا نرجع تاني للماتش. انا شايف ان الزمالك كان قادر اللي هو يكسب على الاقل 1-0، مع ان كمان ان فريق المريخ السوداني فرقه تقيله قوي، عندها محترفين عاليين قوي من البرازيل وكولومبيا. زي ما قلت قبل كده في الحلقه اللي فاتت، عندهم لاعب رقم 30 و4 كانوا جامدين جدا زي ما شفنا. فكنت قادر ان انت تكسب 1-0، بس يعني ربنا يستر بقى، ربنا يستر، لان الفرقه دي لما نشوفها وهي بتلعب على نجيله، ان هو ايه الملعب النيله ده؟ الملعب ده ما تفهملهوش، كان طويل كده فاهمني، من الطول والعرض بتاعه كنس شويه، انا مش فاهم. وده كان ملعب منيل ب 60 نيله. فتخيل الفريق اللي احنا كنا بنلعبه لو كان بيلعب على ملعب حلو، كان ايه اللي هيحصل؟ طيب مجموعه الزمالك الترجي ب6 نقاط من ماتشين، الشباب بلوزداد في المركز الثاني ب3 نقاط، المريخ في المركز الثالث بنقطة، والزمالك في المركز الرابع بنقطة، تمام. الزمالك هيلاعب الماتش الجاي الترجي في تونس، ايوه الترجي في تونس يوم 25 فبراير، يعني كمان 6 ايام 5 ايام. لازم يكسب، مفيش تعادل بقى. لا انا مش هذكر خسارة، لا انت لازم تكسب، لازم تكسب الترجي في تونس وتكسبه هنا كمان على فكره، لان اي حاجه دلوقتي خساره او تعادل انت باي باي. فلازم الزمالك يكسب الترجي، هيلاعب المريخ مع شباب بلوزداد. انا شايف النتيجه الامثل للماتش ده ان هم يخرجوا تعادل، ايوه يخرجوا تعادل، بحيث ان الزمالك يا باشا هيبقى لو كسب الترجي هيبقى 4، شباب بلوزداد 4، هنقدر بقى نكسب ايه؟ لا لما نلاعب شباب بلوزداد يكسبوا. على فكره شباب بلوزداد انا بالنسبه لي ان المريخ اقوى من شباب بلوزداد، كنا قادرين نكسبهم، ما كسبونا هنا 1-0 بضربه جزاء. فانا شايف ان احنا كنا قادرين ان احنا نكسبه. خلي بالكم ان خط النص بتاع الترجي اللي هنلعبه الماتش الجاي دمار،
دمار، مفيش كده يا راجل، مفيش كده. فربنا يستر من الماتش ده، لان هو هيتلعب في تونس. انا ما عنديش امل في اللعيبه بتاعت الزمالك، ما حدش يحط عليهم امل. اللعيبه بتاعت الزمالك الموسم ده حقيقي هم سببوا لي في حاله نفسيه. اتمنى من الله ان الزمالك يكسب، والتوفيق طبعا للنادي الاهلي وجماهيره. لو عجبتكم الحلقه، لايك شير كومنتات، فعل زر الجرس كده. سلام عليكم.